متهم بالتحيز للبنانيتك والوقوف إلى جنب زميل لك نجمة هيفا وهبي بوجه أصالة نصري وشيرين عبد الوهاب. شو قالوا شيرين وأصالة؟ بنشوف سوا. بتذاكر كويس شغلها، ويعني أنا حضرت لها حفلة ما شفتش نشاز بتغني مظبوط. مش معقول. ما هي بقول لك بتذاكر. انا حضرت لها حفله كل اللي بتغني نشاز. شو رأيك؟ يعني طالما بتغني نشاز ليش راحت حضرتها اساسا؟ ما هي انه مقيمتها انه بتغني نشاز. انه طالما هي بتغني نشاز ليه اول شيء راحت تحضر لها الحفله؟ اثنين، لو هي منا مهمه ليه قعدوا ربع ساعه نص ساعه يحكوا عنها؟ فاذا اليوم هيفا وهبي حاله وحاله ناجحه، مشان هيك انه التهيوا ببرنامج المفروض انه يغنوا او تسال هي شيرين. اليوم اذا بتحط هيفا وشيرين واصاله مين الاهم؟ هلا فني رجعتوا للتقييم والتصنيف. لا مش تقييم، يعني اذا في حفله طبعا شيرين اذا انا كمستمع انا بستذوق شيرين اكثر شيء. اول شيء في سبب، اصاله عندها موهبه ولكن قد ما بتعمل عرب ضيعت قيمه العربه. قد ما في عندها عرب يعني ضاعت قيمه العربه. ليش؟ لانه كل شيء متى ما زاد عن حده بالمعنى ناقص. هل صحيح انك خفت تشارك معها بالبرنامج للمره الثانيه؟ أنا طلعت أنا والأستاذ وديع الصافي. هيدا أول السنة الماضية. ورجعت عملت تبريرات ومنك عارف إنه هي مع النظام مع الموالاة ضد طبعا النظام. كان في إلي مؤتمر صحفي بجنب العملاء الكبير المرحوم وديع الصافي إنه نحن مع بفننا بس ولكن رأي السياسي نحن أبرياء من رأي السياسي. من رأي السياسي. هل صحيح انك خفت توجهها هالسنة؟ خفت؟ ايه؟ انه من شو يعني تضربني؟ لا من صوتها. بخاف من صوتها؟ ما لو إذا عندكم في حفلة مغنى أنا وياها سهرة حب. هي الرد على هذا السؤال. بس هي قالت انه انت من اجمل الاصوات وانا قلت لك من اجمل الاصوات، ولكن انا بس انت بستذوق شيرين اكثر لانه ما بتعرب كثير، مع العلم انه عندها عرب مثل اصاله. وانتبه هيدي تفصيل، اذا بدنا نقعد نحكي بالتفصيل هذا الموضوع. الرحابني اكبر دليل انه السيده فيروز معمل من العرب، ولكن تسمع الغنيه من اولها لاخرها يمكن تسمع لك 3 4 عرب او عربتين بمحلهم. مشان يكون لهم قيمه. قد ايه بتطربك نجوى كرم؟ انا نجوى بتطربني بتدبكني. نعم.